السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد إن الجميع سمع في قصة أبو رغال. أبو رغال كان هو أول عميل في العرب، وتطوع إن يدل أبرهة الأشرم على طريق الكعبة من أجل هدمها. الآن أبو رغال مات وانتهى على يد الطيور الأبابيل مع أبرهة وجيشه، لكن ترك من بعده أناس تسيدوا أمر الرئاسة والريادة في مجتمعنا العربي. إنهم من سلالة أبو رغال، لأن عملاء بالوراثة من أبو رغال إلى يومنا هذا. ولكن الفرق إن أبو رغال كان رجل بدوي في الصحراء، واليوم العملاء المتآمرين عايزين يهدموا غزة وسلموها لليهود. هم من سادة القوم، من الناس المتنفذين اللي ساكتين على كل هذا اللي بيحصل. آخر صرعة بيطلبوا من نتنياهو إذا عايز يهاجم رفح يهاجمها قبل رمضان، لأنهم كيف حيواجهوا شعوبهم في رمضان والحرب شغالة. خلصنا منهم قبل رمضان. حسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.